برحب بحضراتكم من جديد، وبرحب بضيفي العزيز الدكتور محمد عبد العزيز، استاذ الذكاء الاصطناعي بجامعه الازهر. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الذكاء الاصطناعي مصطلح قد يبدو جديد على عدد كبير جدا من المصريين، لكنه هو قديم منذ سنوات طويله. احنا هنا في برنامج وطن رقمي بنكون حريصين كل الحرص على تقديم المعلومه الصحيحه والدقيقه من مصدرها الصحيح. منذ انطلاق برنامج وطن رقمي من حوالي سنة ونص تقريبا، واحنا بنسعى وبنجتهد اننا نستضيف المتخصصين في كل مجالات اللي ليها علاقه بالتحول الرقمي. فانا حضرتك شرفنا النهارده، وحضرتك استاذ الذكاء الاصطناعي في جامعه الازهر، ده تشريف عظيم لينا الحقيقه. فحابين كده ببساطه نوضح للساده المشاهدين ما هو الذكاء الاصطناعي. شكرا جزيلا. اتفضل. الذكاء الاصطناعي هو بدأ بأبحاث علمية من سنة 1943، وسنة 1956 أعلنوا اسم الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ببساطة شديدة جدا هو محاكاة العقل البشري والعقل الغير البشري. يعني ايه الغير البشري؟ يعني ممكن يكون سلوك الحيوانات هو السلوك الأساسي من العقول اللي موجودة حاليا. العقل البشري له ميزة معينة في حلول بعض المسائل الحياتية، فاحنا بناخد الميزة بتاعته ديت وبنحاول بقدر الإمكان اللي احنا نبرمجها في الكمبيوتر، ونخلي البرامج الحاسوبية تتفاعل مع البيئة اللي حواليها، وحسب البيئة ما بترد عليها البرنامج بيرد بأسلوب مختلف مش بتبرمج قبل كده. عظيم. وهو ده الفرق ما بين البرنامج الحاسوبي العادي وبرنامج الذكاء الاصطناعي. برنامج الذكاء الاصطناعي بيرد بحاجة مختلفة، لكن البرنامج العادي اللي هو متبرمج عادي زي برامج الحسابات، برامج البنوك، هو متبرمج من قبل على ان المدخلات بشكل معين والمخرجات بشكل معين. عظيم. لكن الذكاء الصناعي مختلف، هو بيحاكي العقل بنظام معين وبطريقة محددة، وبيطلع المخرجات بالشكل اللي البيئة حواليه محتاجة رد معين. قد يكون الرد ده صحيح، قد يكون خاطئ، مبني على البيئة اللي هو موجود فيها. عظيم. يعني هي مدخلات بشكل مختلف. مدخلات بشكل مختلف ومخرجات بشكل مختلف. عظيم. قد يؤدي يعني هذه المدخلات بشكل معين بتؤدي إلى تعلم الآلة نفسها. صحيح. فبالتالي بيطلع المعلومة أو بيدي لك نتيجة، قد تكون هذه النتيجة صحيحة أو شبه صحيحة، أو قد تكون خاطئة، لكنه في المرة اللي جاية ممكن يبقى اتعلم. صح كده؟ ده صحيح. ده يعني مثلا يعني تليفونك، يعني حضراتكم معاكم تليفونات كلها دلوقتي، التليفون البروسيسور بتاعه أو التركيبة بتاعته دلوقتي بقت فيها إمكانية إنه يتعلم. ده صحيح. عارف أنت بتتصل بمين أكتر واحد، فبيرشح لك الراجل اللي بتكلمه. صح كده؟ يعني ده ذكاء اصطناعي جوه التليفون، وده طبعا ممكن نطبقه في الروبوت. صح كده؟ ده وهم طبقوه طيب. فعلا. عايزين بقى نفهم بقى في الروبوت هيبقى عامل ازاي. هو انا يذكرني مثال سنة 96 في بداية الذكاء في بداية الذكاء الصناعي. ما كان بدأ التسعينات وشركة الاي بي ام تبدأ تدخل في اتجاه كبير في الموضوع. في العام ده عملوا جهاز قوي بالذكاء الاصطناعي اسمه الديب بلو. كان علشان برمجوه بحيث ان هو يلاعب بطل العالم في الشطرنج. هو لاعب بطل العالم في الشطرنج سنة 96. بطل العالم في الشطرنج اول شوط البرنامج غلب. تاني شوط البطل ده هيومن بين وذكي جدا، فبدأ إنسان بشري عقليته. إحنا إلى الآن العقلية دي يعني صعب تفكها نفسها. طبعا. سبحان الله العظيم. فسبحان الله. فهو فهم الروبوت بيلعب إزاي، وتاني شوط وتالت شوط هو غلبه. عظيم. سنة 97 بدأوا يبرمجوا الروبوت باستخدام الماشين ليرنينج، أو اللي هي تعلم الآلة. لما بدأوا يبرمجوه بتعلم الآلة إن هو يتعلم من الأخطاء ومن اللي قدامه، غلبوا سنة 97. يعني اي بي ام عملت برنامج او جابت آلة او جابت روبوت او جابت انسان آلي، جابت روبوت علشان يلعب بطل العالم في الشطرنج. هو برنامج على الجهاز، على جهاز الكمبيوتر. كان في واحد انسان قاعد، انسان طبيعي بيلعب. وده بطل العالم طبعا. بطل العالم كاسبروف معروف.
وايه اللي حصل؟ اللي حصل كان في واحد قاعد مهندس كمبيوتر بياخد النقلات اللي الجهاز بيديها له هو اللي ينقل يعني. فطبعا في 97 بعد ما قدموا له التعليم الصحيح، بعد ما اتعلم باستخدام تعلم الآلة بدأ يهزمه. طيب. فهي دي الوضع بتاع التعلم الصناعي. طيب يعني العالم فين النهارده من الذكاء الاصطناعي؟ العالم وصل وصلة جامدة جدا بأمانة في الذكاء الاصطناعي. العالم سنة 2016 منتدى دافوس أعلن إن الثورة الصناعية الرابعة، الثورة الصناعية الرابعة كلها معتمدة على الذكاء الاصطناعي. كل حاجة في حياتنا في الأيام اللي جاية دي كلها هتبقى ذكاء صناعي. وعشان كده العالم شاف النقطة ديت من بدري وبدأوا يشتغلوا عليها. في ناس شغالة عليها من التسعينات، وناس اشتغلوا بدأ دول تشتغل عليها من الألفية، من سنة 2000 و2001، وبدأوا يتقدموا فيها بشكل رهيب جدا. واحنا بدأنا فعلا، والعالم العربي بدأ فعلا. صحيح احنا بدأنا متأخرين شوية، لكن احنا نمتاز شوية عن العالم اللي حوالينا او في الميدل ايست بالذات. احنا عندنا الخامة بتاعتنا كويسة الحمد لله رب العالمين. شبابنا كويس بسم الله ما شاء الله. عظيم. والمفروض احنا نضغط على الحتة دي ونشتغل عليها. نضغط. ايوه احنا هم سبقونا بحوالي 20 سنة او 30 سنة في الامكانيات بتاعتهم، لكن احنا عندنا الجزء الثاني اللي هو مش عندهم، اللي هم بيستخدمونا عندهم. يعني معظم من يقود كبرى الشركات العالميه في اوروبا هم مصريين. مصريين عندك حق في اوروبا وفي امريكا وفي كندا. زملاتنا في كندا شغالين، اللي كانوا معايا في البعثه وما رجعوش موجودين هناك، هم اللي بيقودوا الشركات. جنرال موتورز في كندا رئيس المركز البحثي بتاعها في الذكاء الصناعي مصري. معظمهم مصريين. والانترنت اوف ثينج اللي هو الانترنت الاشياء معظمهم مصريين بسم الله ما شاء الله. الاتجاه اللي الدولة عاملاه دلوقتي بسم الله ما شاء الله، عملية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بدأ من حوالي 4 سنين، وبدأ بقوة شديدة جدا. بقى عندنا مجلس للذكاء، مجلس أعلى للذكاء عندنا المجلس الأعلى للذكاء الصناعي برئيس دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، عاملين شغل حلو جدا الحقيقة. عاملين شغل هايل بأمانة. والتقرير الأخير اللي قال إن مصر يعني مدى جاهزية الحكومة المصرية ده ناتج الشغل بتاع وزارة الاتصالات بأمانة، وشغل الحكومة في الذكاء الاصطناعي. وصلنا لرقم 52 في الجاهزية. الجاهزية رقم 52 على مستوى العالم، ده تقدم رهيب جدا. طيب المهم التطبيق بقى، يعني احنا جاهزين المهم نطبق. ايوه التطبيق انا شايف بامانه اللي احنا داخلين بقوه في مجال التطبيق. عندنا 7 برامج للذكاء الاصطناعي دلوقتي على مستوى مصر في جامعات مصريه. عندنا 4 جامعات فيهم 4 كليات باسم الذكاء الاصطناعي. عندنا كليات حولت اسمها من علوم الحاسب لعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي. في محاولات دلوقتي لكليات اخرى على التقدم لنفس المنهجيه دي. طيب عمليه الاستثمار في الجزء ده عمليه ممتازه جدا. الدوله الحقيقه مركزه بشكل كبير جدا في تعيين الكوادر البشريه في هذا المجال. طيب هناك تخوفات بشكل كبير جدا من انه الذكاء الاصطناعي يسيطر على الوظائف. دلوقتي هيبقى في روبوت بيشغل المصنع، طب العمال اللي بيشتغلوا في المصنع دول هيروحوا فين؟ طيب في روبوت بيحضر لك الاوردر، طب الراجل اللي بيشتغل في الاوردر ده او بيحضر لك الاوردر او بيحضر لك الطلب اللي انت طلبته من خلال التليفون هيروح فين؟ ما في ناس خايفه. فازاي نطمن الناس، وازاي نقول للشباب اهلوا نفسكم للمستقبل او لمستقبل الذكاء الاصطناعي؟ هو بامانه انا شايف الموضوع مختلف شويه. الذكاء الاصطناعي هيفتح مجالات جديده وفرص عمل كتيرة جدا لشباب كتير جدا. فرص العمل اللي هيفتحها ليه؟ لأن الذكاء الاصطناعي النهاردة هيدخل في جميع التطبيقات. في صناعة السيارات دخل، في صناعة الطيارات دخل، في صناعة المواد التموينية اللي احنا بنستهلكها دخل، في الشركات البسيطة الذكاء الاصطناعي دخل. عندنا حاجة اسمها علوم البيانات بتحلل باستخدام الذكاء الاصطناعي. بكرة بعد 5 سنين من دلوقتي لن تخلو شركة من عنصر لتحليل البيانات باستخدام طرق الذكاء الاصطناعي موجود في الشركات دي. ليه؟ لأن احنا عندنا بعد 5 سنين من دلوقتي، وبدأت من حوالي 5 سنين، بس بعد 5 سنين من دلوقتي عملية الانترنت اوف ثينج، الداتا
البيانات اللي هتتجمع ضمن المؤسسه، اي مؤسسه بتبيع اي حاجه، نسبه البيانات عندها وعمليه التحليل بتاعها ده مشكله جامده جدا هتواجههم. دكتور احنا يعني لو حضرتك تسمح لي وتصحح لي، هنروح لمثال بسيط جدا وهو كلنا الحقيقه بنلاحظه وبنشوفه وبنتكلم فيه وبيحصل لنا كل يوم. حضرتك ممكن تكلم قريبك او اخوك او اي حد على التليفون وتتكلموا في موضوع معين، صح كده؟ تمام. وساعات ممكن حضرتك تكتب بوست على فيسبوك بشكل معين، يعني واحده كتبت على فيسبوك، واحده امريكيه كتبت على فيسبوك انها حامل، تاني يوم جالها اعلانات ليها علاقه بالعنايه بالاطفال. هي كتبت بوست يا جماعه باركولي انا حامل، فجالها ده ذكاء اصطناعي. الفيسبوك قدر ياخد المعلومه ويحللها وياخدها، يقول يا جماعه في زبون هنا بعد شهرين 3 هيجي له طفل، فلو سمحتوا حضروا نفسكم، حضروا له الاعلانات وقدموا له الاعلانات المناسبه ليه. فبعد فتره الست ربنا ما كتب لهاش انها تنجب يعني، والطفل ده مات. فبرضه ما زال الفيسبوك بيقول في اعلانات كذا، فالست كل ما تشوف حاجه تتضايق وتزعل، نفسيتها بتبقى طبعا تعبانه، لدرجه انها كتبت بوست قالت يا جماعه بلاش ذكاء اصطناعي اكتر من كده لان انا تعبت من الذكاء الاصطناعي. فممكن تكون بتكلم حد صاحبك في موضوع معين، فتلاقي الاعلانات على الفيسبوك جابت لك ده كله ذكاء اصطناعي طبعا. ده قريب من الذكاء الاصطناعي. هو يعني الذكاء الاصطناعي هو الذكاء الاصطناعي يقدر يفهم الكلمات دلوقتي اللي اي واحد بيكتبها. ده صحيح. احنا لازم ناخد بالنا من حاجه عظيم، ان كل حاجه زي ما لها استخدامات عظيمه صح، لها استخدامات غير ذلك. هل هم يقدروا يستخدموه في غير ذلك؟ طبعا ده حقيقه. انت هل هم يعني بالنسبه لللوكيشن مثلا بتاعك، انت لو الانترنت اوف ثينج اللي هو انترنت الاشياء، انت هتبقى ماشي بالموبايل بتاعك وفاتح اللوكيشن بتاعك، الموقع بتاعك. انترنت الاشياء وانت معدي على مثلا بنزيمه، ممكن انترنت الاشياء يظهر لك في العربيه بتاعتك يقول لك انت البنزين بتاعك خلاص فاضل له حوالي 5 لتر ويخلص، في بنزيمه على بعد 3 كيلو وفيها بنزين تقدر تمون دلوقتي. هل ده داخل في الخصوصيه؟ داخل في الخصوصيه، صح. بس انت اللي بتقول له، انت اللي بتسمح له وانت اللي ما بتسمحلوش. فهو حسب برضه يعني هل في الخصوصيه ديت لها قواعد ولها بروتوكولات صحيح محطوطه؟ ايوه طبعا. عظيم. وزاره الاتصالات عندنا حاطه سياسات حاكمه للاستخدامات. معظم البرامج مش بس عندنا في مصر، في جميع انحاء العالم محطوط سياسه الاستخدام. سياسه الاستخدام دي بتدي حق للمستخدم ان هو يسمح للشركه ان هي تبص على بياناتها او ما تبصش. صح. دي حقيقه. وحتى في الانترنت، حتى في الفيسبوك، في التويتر، في الحاجات دي كلها انت من حقك تسمح للشركه التويتر نفسها ان هي تبص على الحاجات اللي انت بتكتبها، الحاجات مش بس الحاجات اللي انت بتكتبها، الحاجات اللي انت بتشوفها. صحيح. ده انت لو شفت اي حاجه مثلا اونلاين على فندق انت عاوز تروحه، هيجي لك اعلانات على الفندق كلها، على كل الفنادق. حضرتك شرم الشيخ بتلاقي بعد شويه كل اعلانات شرم الشيخ جايه لك. دي فهي دي جزئيه برضه زي بعض المستخدمين بيستخدموها. دكتور يعني جامعه الازهر دخلت مسابقه وجابت مركز اول. ايوه بسم الله. فاحنا الحقيقه يعني ما شاء الله بنبارك لهم الحقيقه، ونقول لهم الف مبروك بالتوفيق دايما، ودي حاجه شرف لمصر هم. فكنا حابين يعني في عجاله كده يعني نوضح المسابقه دي وازاي قدرتوا تحصلوا على مركز. هي المسابقه بسم الله ما شاء الله، انا زي ما قلت من البدايه خالص ان احنا ولادنا خامه طيبه، في خامه طيبه، فدي لازم نركز عليها ولازم نستخدمها. وزاره التعليم العالي لازم تبص على الحته دي كويس قوي، وزاره التربيه والتعليم تبص عليها، وهم بسم الله ما شاء الله عاملين شغل كويس جدا في الجزئيه ديت. احنا لازم نستثمر في اولادنا، والشباب ولادنا في جامعه الازهر، ومش بس في جامعه الازهر، في جامعات تانية في بعض المسابقات وصلنا لمراكز عالميه على مستوى العالم، جامعه القاهره وجامعه عين شمس نفس الحكايه وجامعه اسكندريه. جامعه الازهر الشباب ولادنا في رياده الاعمال دخلوا المسابقه ديت بسم الله ما شاء الله، فكره جديده بفكره جميله، هم كانوا اساسها الشباب، هم اللي كان اساسها، ووصلوا لاخر مرحله وخدوا الجائزه. الفكره كانت عباره عن ان هم بيستخدموا القشر بتاع الجمبري والحاجات دي، يصنعوا منه منتجات تانية. يعني بدل ما تهمل الدنيا وترميها، لا ده انت الحاجه اللي انت ترميها ديت لا انت خدها ببعض الامور
البسيطة الكيماوية البسيطة تقدر تحولها لمنتج جديد، لمنتج تقدر تستفيد، لمنتج جديد تقدر. فالفكرة بسم الله ما شاء الله كانت جميلة جدا، وكانت مميزة بالنسبة للأفكار اللي موجودة. هي صحيح ما كانتش فكرة للاي تي، هي كانت تكنولوجيا لاستخدام المواد الغذائية، والتكنولوجيا كانت بسم الله ما شاء الله هم في أفكارهم، هم أفكار الشباب هم. بالتوفيق ليهم وكمان طبعا. شرفوا الجامعة وشرفوا مصر كلها الحقيقة، يعني الحمد كل الدعم لله. وكل التوفيق ليهم. والحقيقة طبعا أنا عايز أشكر حضرتك على هذا اللقاء. الله يكرمك. دكتور شكرا جزيلا. محمد عبد العزيز، أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة تسلم الأزهر، بشكرك جزيل الشكر على شكرا تشريفك جزيلا. لينا. والحقيقة عايز أشكر حضراتكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة لمدة سنة ونص. النهاردة الجمعة، كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يجعلها سنة سعيدة على مصر وعلى العالم كله يا رب، ويعدي أزمة كورونا دي على خير، والحمد لله نرجع زي الأول وأفضل. بشكركم عظيم الشكر الحقيقة على دعمكم لينا على مدار سنة و5 شهور بالظبط، وإن شاء الله بإذن الله نبدأ سنة جديدة سعيدة نقدر فيها نقدم لحضراتكم كل اللي يفيدكم. بشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة، وإن شاء الله انتظرونا يوم الجمعة اللي جاية في سنة جديدة وحلقة جديدة من برنامج وطن رقمي، وكل سنة وحضراتكم طيبين.